غسلناها ونضفناها. الواحد بعبي في الكيس على قد اللي هيعمله. اي حاجه بتقدر اهو يا حبايبنا بالطريقه دي كده الواحد بيحط في الكيس على قد ما بيعمل عصير. حطه بقى في الفريزر، وساعة ما نيجي نعمله ممكن ينحط عليه بتاع ده جوافة، نعمل عصير كده مع بعض، يعني جوافة على فراولة تحط عليها لبن، فراولة على موز تبقى طعمه حلو برضو. طبعا ما انتوا عاوزين تعملها فراولة سادة كده بلبن. احنا عرفنا المانجا اللي كنا مخزنها أول مرة مانجا مرة موز باللبن. كل سنة وانتوا طيبين، يعني جاي في رمضان من العصير. وعايزين برضه نجيب حبة برتقال من اللي هو الصيف ده نعمله، نجيب جزر نعمله برتقال بالجزر زي ما عملنا معاكم على النور. الناس بدل ما تشتري عصير يعني من البودرة دون، فدي أفيد يعني. كل سنة وانتوا طيبين جميعا، وتنعدلها أكتر جميعا. يا حبايبي بقى هنرصه في الفريزر، ساعة ما نيجي نعمل نسحب كيس الكيسة ونعمل منه. مثلا لو في ضيوف ولا حاجة وعايزة تعملي كتير هتعملي كتير. زي ما قلت لكم ممكن نحط عليها موز الفراولة، ممكن نحط عليها جوافة، اللي هو كفر اعملوه، اللي حابينه واللي حابين تاكلوه اعملوه. ثانية عليه طفي عليه من زمان اهو. لما بيبرد بقى بعبيه في اكياس وعينه في ايه، وعينه في الفريزر، نطلع منه ايه حبة بحبة ونعملها كده عامل ازاي. الزيت حبة خلطة اهي، كمون. عايزين تعملوها بمعلقة بكوباية بشوكة بمعلقة اللي هوكوا فيها، هوكوا تفرموه كده، هوكوا تسيبوه زي ما هو اللي يريحكوا انتوا. هوكوا تعملوا صلصة بس هو دون ايه عشان السحور تبقى خفيف كده احسن يعني. يا حبايبنا الفول اهو، الهدف اللي احنا بنجهز معاكم السحور، نوريكم الفول اللي احنا عملناه عامل ازاي بالشوكة كده، وهتهرسيه كده او بالكوباية. ومعانا شيبس اهون، ودي قشطة وبيض وخيار وزبادي اهون وخس، ودي سحورنا. تفضلوا السحور معانا، كل سنة وانتم طيبين جميعا، ويجعل رمضان مبروك عليكم يا رب. وان عجبكم الفيديو بتاعنا، احنا عملنا معاكم النهارده الفراولة وجهزنا معاكم الفول اهون والسحور. وان عجبكم الفيديو بتاعنا، كل سنة وانتم طيبين، اشتركوا معانا في القناة واعملوا لنا لايك حلو كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا رب.